طول عمرك بتعملي الطعمية غلط، وطول عمر الناس اللي انا بشوفها بتحط اضافات كده غريبة على الطعمية بتخلي لونها يغمق. ما ينفعش نحطها نهائي ولا بأي شكل. علشان كده دايما تشتكي ان الطعمية عندك بيكون لونها غامق. الطعمية بتكون شاربة زيت. زي ما انت شايفة كده الطعمية روعة. زي ما انت شايفة كده هشة بدون بيكنج باودر نهائي. كمان هقولك على معلقة ما تخليش الطعمية تشرب زيت خالص. كمان هقولك على ازاي تحتفظي بالطعمية في الفريزر. ودي عقدة حياتنا كلنا، اننا لما بنحط عجينة الطعمية في الفريزر ونيجي نطلعها وتيجي تقليها تلاقيها مكتومة مهما حطيتي بيكنج باودر وكلام من ده. النهاردة ان شاء الله هقولك على كل اسرار الطعمية لأول مرة وحصري على قناتي، وأول مرة تشوفيها وتسمعيها. انا هحط اضافه معايا. الخضره اللي معايا هي عباره عن زي ما انت شايفه كده ربطه بسيطه او حزمه صغيره من الكرات. الكرات ده من فصيله البصل والثوم. زي ما انت شايفه كده. وشوفي قد ايه يعني حاجه لا تذكر من البقدونس. ولو مش عايزه استغني عن البقدونس خالص، بس هو بيعمل ريحه حلوه للطعميه. المقدار ده على ربع كيلو من الفول. ال- اللي هو الفول المفصص. غسلناه كويس جدا ونقعناه يوم كامل. يعني حوالي مثلا 8 ساعات اقل حاجة. وغسلناه كويس بعد كده وصفيناه. وبعد كده برضو الحمص كنت نقعاه يوم كامل برضو في المية وغسلته كويس وصفيته. اساسي معايا الفول المدشوش والكرات. تمام. تشوفي احلى واجمل طعميه ببساطه جدا وسهله جدا. واهم حاجه ان انت تقدري تحتفظي بيها لفتره طويله، يا رب تقعد في التلاجة سنه. هتطلعيها تعمليها كانها لسه معموله دلوقتي حالا. كانك لسه بتشتريها من عند الراجل بتاع الطعميه. وكمان اساسي على الفول بيحب قوي التوم. يعني تقدري تعملي راس توم كامله على ربع كيلو من الفول المدشوش. ما نكترش من الخضار خالص. هقولك برضو في الفيديو الغلطة اللي بتخلي العجينة تسود لما تيجي تقليها. كمان معانا معلقة كبيرة ملح وفلفل وكمون. ومعلقة كبيرة من الكزبرة المطحونة. هي دي الأربع بهارات بس اللي أنا هضيف عليها. ملح وفلفل وكمون وكزبرة. وهبدأ بقى بعد كده أضربها في الكبة بتاعتي. هتضربيها في الكبة عادي، هتضربيها في الخلاط مفيش مشكلة. أهم حاجة إن انت توصلي بيها اللي هي تبقى ناعمة جدا. هتحتاج شوية مية بسيطة منكترش، يعني نحط حوالي معلقة أو معلقتين بس. أوريكي بس القوام اللي احنا عايزينه. وضرب الكبة. المية بحط حاجة بسيطة جدا علشان أسهل، سواء بتضربي في كبة أو بتضربي في الخلاط. كده بقى زي ما انتوا شايفين. لو انت حسيتي ان الكبة مش هتضربها كويس كملت انا في الخلاط. يعني على حسب بقى ايه جودة الكبة بتاعتك. هي الكبة كتر خيرها كده بس عملتها لي خشنة بسيط كده. انا عايزاها مضروبة قوي، يعني يا اما تعمليها احسن حاجة في الخلاط او تعمليها بمضرب البيت. المية بقى اللي انا كنت بضيفها وانا بضربها ما برميهاش او ما بحطش غيرها تاني جديد، لا. انا بستخدمها تاني علشان مش عايزة مية كتير علشان ما تبوظش معاكي. يعني خلي بالك وخليكي حريصة في موضوع اضافة المية ده. بتحطي اللي انت محتاجاه يعني يا دوب بس تخليها تتضرب. زي ما انت شايفة كده الطعمية لونها جميل جدا جدا. طيب ايه بقى اللي بيخلي الطعمية تسود؟ وايه المعلقة اللي هنضيفها تخلي الطعمية ما تشربش زيت؟ وازاي هخلي الطعمية ديت حتى لو قعدت عندي سنة في الفريزر اطلعها وتبقى فريش تمام التمام؟ كل ده هنعمله دلوقتي. اولا اللي هيخلي الطعمية معاكي خضرة، ما يخليهاش تسمر منك، انك بتحطي انك بتحطي كرات فقط، ما تحطيش شبت وبقدونس. الشبت والبقدونس هما اللي بيخلوا الطعمية تسود. وانا معرفش ناس كتيرة جدا جدا بيحطوا شبت وبقدونس. وده غلط. لو رحتي عند اي حد بيعمل فول وطعمية مستحيل هتلاقيه بيحط شبت وبقدونس على الطعمية. الا لما هتلاقي طعميته غامقة ولونها غامق. لكن عايزة الطعمية يبقى لونها اخضر جميل وفاتحة. لما تتقلي بالذات حطي كرات فقط. ثانيا ما تحطيش بصل على الطعمية. انا معرفش الناس بتحط بصل ازاي. البصل بيخلي الطعمية تفك بسرعة. لما تيجي تقليها تبوظ منك وبتخلي طعمها مش قوي كده، وبتخلي الطعمية كمان تسمر معاكي.
انا عملت ربع كيلو بس من الفول زي ما انت شايفه كده، وكوبايه الا ربع من العدس، عامله لي كميه جميله جدا. شوفي بقى لو انت هتشتري الكميه دي كلها كده هتعمليها بكام. انا دلوقتي هاخد اللي انا حطيته في اكياس ده هخزنه في الفريزر، وهتستنى لتاني يوم. يعني الفيديو ده والله قعدت اصور فيه يومين. لما ده اتجمد، اللي في الاكياس ده اتجمد، هقليلك دلوقتي الطعميه الفريش عشان تشوفيها بنفسك، وتشوفي احنا هنقليها ازاي. هحط علشان تقليها بقى تبقى شكلها جميل وحلوه معلقه سمسم، معلقه كزبره مطحونه، وزي ما انت شايفه كده حاجه بسيطه خالص من الشطه لو ما بتحبيش الشطه خلاص. وعشان تطلع كلها مقاس واحد بناخدها بالمعلقه زي ما انت شايفين كده، وبنعملها بالطريقه دي. حابه تعمليها بالطريقه دي ماشي، حابه تعمليها كور مفيش مشكله. اهم حاجه تتقلي في زيت غزير. بتهدي النار بعد ما تحطيها عشان تستوي، وبعد كده قبل ما تطلعيها بتعلي النار تاني. وكده انت عملت الطعميه الفريش، طالعه جميله جدا جدا، وزي ما انت شايفين كده روعه جدا جدا. يبقى اول مشكله اللي هي ايه؟ ال- اللون الغامق. تاني مشكله بقى معانا انها بتشرب زيت. ايه اللي يخلي الطعميه انها ما تشربش زيت، تبقى هشة ومقرمشة من بره وجميلة جدا وحلوة جدا جدا؟ انا حطيت عليها قبل ما اقليها معلقة صغيرة من النشا. معلقة صغيرة جدا من النشا بتخلي الطعمية حاجة جميلة جدا، وكأن عليها كربونات وما عليهاش كربونات خالص. ده بقى كيس تاني يوم اللي انا كنت مفرزاه، سبته خالص طول اليوم لحد لما برد وبقى فك منه التلج خالص كده. وهضيف ايه بقى؟ نص رغيف من العيش، سواء عيش فينو عيش بلدي اي نوع من العيش. هبله كويس بميه واسيبه لما يبوش خالص، ويكون الطعميه فكت اكتر. يعني تكون العجينه بتاعه الطعميه اللي انا مبيتها في الفريزر عشان تطلعيها من الفريزر وتعمليها وتبان كانها معموله فريش دلوقتي طازه مش مكتومه ولا لونها غامق. اعملي الخطوات دي. حطيت بقى العيش، هنصفيه من الميه كويس جدا، نعصره من الميه واطلعه احطه في الخلاط، واحط عليه عجينه الطعميه اللي بايته كانت في الفريزر بعد ما فكت، واضربهم كويس جدا جدا جدا. بجد الفيديو دوت يعني فيه معلومات كتيرة لأول مرة تشوفيها وتسمعيها عن الطعمية، بس بأمانة جربي الحاجات دي وإن شاء الله بإذن الله هتاكلي أحلى طعمية بأرخص سعر، أرخص مليون مرة وأنضف مليون مرة من اللي بتشتريها بره. ده معلقة النشا، معلقة صغيرة خالص من النشا. بعد ما ضربت الطعمية اللي خارجة من الفريزر بعد ما فكت، يعني أنا بطلعها من الفريزر متجمدة بسيبها تفك، أنا ما حطيتش عليها كربونات نهائي يا جماعة. هسيبها فكت. بعد كده عملت نص رغيف من العيش مبلول في ميه وضربته كويس قوي في الخلاط. وبعد كده هتحمريها، عايزاها بقى مكوره عايزاها مبططه زي ما انت عايزه. دي طعميه بايته، متخيله؟ دي طعميه بايته في الفريزر. شايفه شكلها؟ شايفه عامله ازاي؟ مش مكتومه ابدا ابدا، ولا فيها اي مشكله، وبدون كربوناتو. الطعميه هشه ومنفوشة وجميلة جدا، وكأنها معمولة دلوقتي حالا. لو قعدت عندك سنة في الفريزر هتطلعيها وتعمليها كأنها لسه معمولة دلوقتي حالا. جربي الطعمية بالطريقة دي وإن شاء الله هتدعيلي. عايزة بقى منك لايك حلو كده للفيديو، وكمان تعليق ودعوة حلوة لما تجربي الطريقة، إن شاء الله هتعجبك جدا. كل الناس اللي محتارة وبتتضايق من عمايل الطعمية في البيت، طعميتك اللي هتبقى في البيت هتبقى أحلى وأروع مليون مرة من اللي في المطعم. إيه، يعني عن ثقة. وجربيها وقولي لي رأيك في التعليقات. ما تنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم منا كل جديد.